واعلموا رحمكم الله أن صور البر بالوالدين كثيرة وطرق الإحسان إليهما وفيرة، ومنها محبتهما وتوقيرهما ورحمتهما وخفض الجناح لهما والرفق معهما والاستغفار والدعاء لهما وقضاء حوائجهما والإنفاق عليهما وإسعادهما وإدخال السرور عليهما واجتناب ما يسوءهما. أيها المؤمنون، ويتأكد هذا الحق العظيم للوالدين حال كبرهما وضعف قوتهما وقلة حيلتهما، فمقام الإحسان حينئذ يكون أكبر وحاجتهما للبر أكثر. قال تعالى: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. لسوف أعود يا وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رغم أنف ثم رغم أنف ثم رغم أنف، قيل: من يا رسول الله؟ قال: من أدرك أبويه عند الكبر أحدهما أو كليهما فلم يدخل الجنة. رواه مسلم.